يا ريس بعد اذنك بالذمه وقف المناورات اللي لما تعملها مع اللي ما يتسموا دول على الحدود عشان عملوها على نفسه. ريحه الكيكي بتاعتهم مضايقه اخوات نفسينا، وبعدين ما احنا برضه كيادين جو والجيش بتاعنا نازل لهم من فوق بالمظلات، فما يفكرهم بيوم 7 اكتوبر وجيشنا نفسه اما يفكرهم ب 6 اكتوبر وليله سود عليهم، والمستوطنين على الحدود جالهم تروما ومصدعين وما يوزع لهم بنادول في التموين. المناورات دي يا اخوات العمده بدات على طول بعد ما الرئيس طلع يوم 25 ابريل في ذكرى تحرير سينا، انطلقت تاني يوم على طول من 6 الصبح ل 7 بالليل لمدة 5 أيام، خمسة وخميسة، وأعضاء الكنيسة هناك عمالين يولولوا ويقولوا وقفوا المناورات دي. الاتصالات وقعت، وأم رشيل لما تقول الشبكة وحشة ورشيل مش عارفة تشغل التيك توك والجي بي اس أما يخرف، وأما يلطموا ويقولوا مش مستحملين. يا أخويا مش مستحملين المناورات، أما لو نوناها بجد هتعملوا إيه؟ لعوي أما ننوع لهم شوية مظلات شوية مشاة شوية طيار. والنهارده دخلنا عليهم بمشروع تكتيكي اسمه بدر 2026، ده ما ينفذ يا جدعان الجيش الثالث الميداني. ووزير الدفاع أشرف سالم ورئيس الأركان أحمد خليفة كانوا واقفين بنفسهم النهارده اما يتابعوا المشروع اللي شغال بالذخيرة الحية. القوات الجوية طلعت لهم من فوق مسحت الأرض، دخل عليهم من تحت المدرعات والدبابات نفذوا بالذخيرة الحية، هوبا نزلوا عليهم الجنود من فوق بالمظلات والباراشوتات. المستوطنين على طول جالهم تبول لا ارادي وجال على الشرطات. ده قال لك في مستوطنين مشوا من على الحدود خايفين، ده على احنا ممكن نحاربهم بالمناورات، نحاربهم كده وكده وبرضه نغلبهم. كل شويه نعمل لهم مناورات على الحدود يرجعوا لورا نطلع احنا لقدام، مناورات يرجعوا لورا نطلع احنا لقدام لحد ما يتكلوا على الله خالص. انت عارفين لو هتاخدوا برايي انا نعمل المناورات دي كل اسبوع لحد ما ينزلوا لهم البامبرز على التموين من كتر البيبي اللي هيعملوه. على مود رساله حبينا نبعتها لكم ونقول لكم ان رجاله الجيش المصري غير. في 73 لبسناكم كاستور، المره دي هنلبسكم كوتونيل. حد شايفني؟ طب حد سامعني؟ ده انتوا ودانكم اتخرمت، شيروا لهم وابعتوا لهم.